السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. البنات، جمعة طيبة مباركة. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كما شفتوا البنات في الصور، اليوم راح ندير معسلة لرمضان بإذن الله. اللهم بلغنا رمضان ونحن في صحة وعافية وأمن وأمان يا ربي. لنا البنات واش عندي، راهي سهلة الحلوى هذه، سهلة. عندكم أي مكسرات ديروا أي مكسرات عندكم. لأن أنا عندي 4 كيلات نتاع كاوكاو به بكشورو، قليتو به بكشورو ورحيتو في الخشين. عندي كيلة غير ربع تاع السكر، عندي قرصة ملح وشوية لافاني، وعندي 3 بيض. بديت بهم 3 بيض. البنات بداو بشوية بيض، البيض ما تحطوش كامل وتحسب الكيلة تاعكم. عندي نص باكي تاع خامة الحلويات، حوالي 5 غرامات. نبدا نعجن هكذا البنات بيدين، ندخل هذاك السكر وندخل حتى يذوب. لكن لهنا البنات لقيت العجينه بلي مزات شويه يابسه، زدت لها نص بيضه. في الاخير البنات نزيد لها مغرفه مليحه معمره مليح تاع زبده او مارغرين كما تحبوا، نديرها في لابوشادوي ونبدا نبوشيها هكذا في السنيوه تاعي اللي تروح للفور. نحط من فوق لوزه او كاوكاوه او كيما تحبوا البنات، الشكل اللي تحبوه ديروه البنات. انا درت هكذا لي غوزاس هذو، وانتم ديروا الشكل اللي تحبوه. حطوها في فرن البنات على 180 درجه. اذا كان الفور تاعكم عفوا شويه ضعيف، حطوه على 180 درجه 10 دقائق، ما تزيدولهاش. واذا كان الفور تاعكم قوي ديروه على 160 درجه 10 دقائق فقط. البنات، هذه الحلوى منين تخرجوها من الفور حطوها في عسيله بارده، هي سخونه حطوها في عسيله بارده هكذا بتشرب لكم العسل، وخليوها مده هكذا. ومن بعد كساع نحيوها قطروها، حطوها في علبه وحطوها في بلاصه راهي ما تفزتش البنات. ان شاء الله البنات هذه الوصفه تعجبكم، سهله. مازال معسلات اخرين باذن الله. شجعوني برك البنات، خليوا لي كومونتير، خليوا لي جيم، خليوا لي على الاقل باش نقدر نزيد نعطي لكم وصفات اخرى باذن الله في هذه الايام. المهم البنات، ان شاء الله عجبتكم الوصفه، والى اللقاء في امان الله وحفظه في وصفه اخرى باذن الله.